في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. محاضرة أخيرة من معتمد جمال قبل نهائي الكونفدرالية. يعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة قدام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ومن المنتظر إن معتمد جمال يشرح للاعبين شوية تفاصيل فنية مهمة والخطة اللي الفريق هيلعب بيها المباراة، وكمان هيدي التعليمات الأخيرة لكل لاعب قبل التحرك من الفندق إلى ملعب اللقاء. الجهاز الفني مركز جدا خلال الساعات الأخيرة على تجهيز اللاعبين نفسيا وفنيا، خاصة إن المباراة تعتبر من أهم مباريات الموسم بالنسبة للزمالك، والجميع داخل الفريق عايز يخرج بنتيجة إيجابية من الجزائر قبل مواجهة العودة في القاهرة. ومن المقرر إن الزمالك يحل ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري النهاردة السبت في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. في المقابل مباراة العودة هتتقام يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساء وسط حضور جماهيري منتظر لدعم الفريق الأبيض. وكشفت التقارير كمان إن معتمد جمال هيحسم خلال المحاضرة الأخيرة موقف محمد شحاتة النهائي من المشاركة في المباراة بعد الظروف الصعبة اللي مر بيها اللاعب مؤخرا قبل الاستقرار بشكل رسمي على قائمة الفريق الأساسية والبدلاء.